اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب يكونوا في خير وفي احسن حال يا رب. يوم جديد وفيديو جديد، وفيديو النهارده بقى ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين معايا هنعمل حمام وهنعمل الاكله في حله واحده اللي هو الرز البسمتي بالوريك. تمام. دول الاول كده 4 حمامات، ده حمام بلدي يا بنات. طبعا متنضف ومنقوع في المحلول بتاعنا، ملح وليمون ومعلقه طحينه كده بسيطه علشان الزفاره. وزي ما انتم شايفين انا فاتحاه من تحت الجلد، وشايله بقى انا كده معاكم بشيل الرقبه بتاعه الحمام بقطعها خالص. تمام. عشان لما اجي احشي الحماميه تبقى ما شاء الله حلوه كده. على النار بقى في حله كده حطيت معلقه سمنه بلدي، ومعايا بصلتين وسط صغيرين. ليه؟ لان انا معيش غير هما 4 حمامات. تمام. يعني مش هعمل كتير. همسك بقى كده معلقه السمنه فكت، هحط بقى كده البصلتين اخرطهم تخريط ناعم، وهقلب بقى. لو انت بقى عامله كميه ممكن تحطي ايه، ممكن تدي انا بيكون عامله كميه حمام بحب ادي الكبده والقوانص الصدمه الاول بمعلقه السمنه، بشوحها كده بتطلع ريحتها بتبقى في منتهى الجمال. الاول بتنزلي بالقوانص وبعد كده تتشوح لونها غير ترمي عليها الكبد. بس انا هم كل الحكايه يعني حاجه صغننه كده انا عاملاهم خلاص. هقلب بقى البصلايه يا دوبك تدبل بس وريحتها تطلع، هرمي عليها الكبد والقوانص، هرميهم كلهم مره واحده. انا مش مزوده كبد وقوانص ولا حاجه، انا عامله اللي هم بتوع الحمام بس. لو انت حابه تزودي ممكن تجيبي نص كيلو بقى، لو انت عايزه تزودي ايه يبقى كتير في الحشو خلاص تجيبي نص كيلو كبد وقوانص بتاعت الفراخ البيضاء. انا ساعات بعمل كده لما بيكون عامله حمام، لما بيكون عامله حمام كتير اقصد يعني. هقلب بقى كده تقلبتين 3 لغايه ما لونهم يغير. هنزل عليهم برشه فلفل اسمر، كده رشه كمون، رشه بابريكا، واقلب كويس. لو عندك بهارات اي بهارات تانية عايزه تضيفيها تمام براحتك خالص. معايا بقى معلقه دبس رمان، لو عندك صويا صوص ممكن تحطي معلقه. انا عندي دبس رمان هحط بس اعزز لون الرز بس. شايفين اللون الجميل البني ده؟ معلقه دبس الرمان دي بتوديه في حته تانية. بصوا بقى بقول لكم دول 4 حمامات، كل حمامه بتاخد بقبضه الايد كده رز علشان ما تكتريش رز كتير، عشان مثلا ما تعمليش وتقولي ده فاض وكده والدنيا غالى خلاص. قبضه ايديكي كده، خدي كبشه بقبضه ايدك كده امليها رز. دي تبقى حشوه الحماميه خلاص يا بنات. قلبي بقى كويس كده وهحط رشه ملح، وهشقشقه كده حبه ميه سخنه بسيطه خلاص. انا هسويه نص سوا يا بنات، الرز بسويه نص سوا، ما بسويهوش خالص. شايفين لون الرز وجماله تحفه يا بنات. بس كده هحط شويه كمان وخلاص. اول ما بيغلي غلوه بهدي عليه النار خالص وبعد كده بغطيه. بس كده هغطيه بقى وهدي النار زي ما انتم شايفين. ادي بعد ما تشرب شايفين الجمال كده خلاص هطفي عليه النار، وتعالوا بقى نفضيه ونسيبه يبرد، وتعالوا نشوف نكمل بقيه الفيديو. شايفين لون الرز؟ بقول لكم بص اول ما بتمسكوا الرزايه بتقطم معاكي على طول خلاص كده يطفي عليه. هفضيه بقى في صينيه واسعه كده علشان يبرد بسرعه عشان اعرف احشي الحمام قوام. ما شاء الله ريحته وطعمه ولونه بجد بجد تحفه. بس كده خلاص هركنه بقى على الرخامه يبرد. وتعالوا بقى معانا حله وهنعمل رز بسمتي كده بالوراك بجد تحفه. لو عندك فراخ ينفع بفرخيه كامله، بس انا معايا 8 وراك النهارده. احنا كنا عاملين غدا على القد يا جماعه وزودت لان في ناس جايين خلاص يعني النهارده، يعني مش ده مش غدانا لوحدينا. عشان كده انا زودت يعني الكميه، وكان عندي 4 حمامات. كانت اختي جايبهم لي برضو ليوسف لما كان تعبان في المستشفى، فقلت اطلعهم بالمره من الفريزر واعملهم. ما علينا. بصوا بقى انا حطيت الحله وحطيت معلقه سمنه وشويه زيت، وحطيت رشه ملح، رشه الملح اللي هي ناديه علشان الزيت لا قدر الله ما يلسعكيش او يفرقع ويعمل ايه حاجه في وشك او في ايدك. تمام. رشه ملح بسيطه قوي. ونزلت بالوراك بقى انا غسلاها ومخليها زي الفل ومنقوعه في محلول ملح وليمون ومعلقه طحينه، دي اساسي عندي في الطيور خلاص. اول ما ايه حطيت نزلت بقى بالوراك وغطيت شويه كده اتبخرت. عايزه اقفل المسام بتاعتها عشان المسام بتاعتها تقفل. وبعد كده حطيت ورقه لورا، ورق لورا، حبهان، قرنفل، وعود قرفة سيجار. وحطيت بقى قلبتهم تقليبة، وبعد كده هنزل عليهم ببصلتين اخرطهم تخريط ناعم. معايا 3 بصلات بالظبط يا بنات. هقلب برضو تقلبتين حلوين كده بالبصلة، وبعد كده هغطي هسيبها تاخد تشويحة والتانية، وبعد كده هنكمل مع بعض. ما تجروش الفيديو، هقول لكم على تريكات تعمليها للحمام، ازاي الحمام يطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي، ازاي تطلعيه باللون الذهبي زي لون الحمام اللي بنشوف في التلفزيون، ازاي الحمام ما يفرقعش منك خالص، ازاي تسلقيه. وهقول لك على تريكايه وانتي بتسلقيه برضو
يعني بجد بجد الفيديو فيه وصفات حلوه قوي قوي، وفيه معلومات ان شاء الله تطلعي من الفيديو مستفاده. بصوا بقى، انا حطيت الوراك غطيتها، خدت تشويحه كده بالبصلايه، وبعد كده نزلت عليها بالميه السخنه، حطيت واحدتين لومي، وحطيت معايا توابل كبسه، كيس كده بجيبه من عند العطار، ممكن تجيبيه من السوبر ماركت متوفر برضو، مش عارفه الكيس ب 10 جنيه او ب 12 جنيه توابل الكبسه. وحطيت معلقه كبيره من الكركم. خلاص، ولو عندك بودرة زعفران ممكن تضيفي شوية، بس أنا ما كانش عندي بودرة زعفران، خلصانة من عندي. وكده ظبطت الملح بتاعها وغطيت الفراخ هتستوي، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى نحشي الحمام. الرز كده معانا برد. تعالوا بقى نحشي الحمام. بصوا انا بحشي قلب الحمام وبحشي من تحت الجلد، وبعد كده بروح مكتفه الحماميه، وزي ما انتوا شايفين معايا كده بتطلع بالجمال والحلاوه دي. شايفين؟ زي ما قلت لك ما تجريش الفيديو، والله فيه معلومات حلوه جدا جدا لاي بنت، اي بنت او اي لسه واحده مبتدئه في المطبخ بتخاف تعمل تحشي الحمام، او بتخاف الحمام يفرقع منها. هقول لك ازاي تحشي الحمام، مفيش حماميه هتفرقع منك. هوريكي حمامه دلوقتي معايا والله جلدها مقطوع، هقول لك انا عملتها ازاي وما فرقعتش. بجد حاجه كده تحفه. وكمان الحمام ده مش عاجبني، ده صغير، ده في حمام بلدي بيبقى كبير شويه عن كده. بس انتوا عارفين ان احنا ما شاء الله ستات بيوت شاطرين، مفيش حاجه بتقف قدامنا، بنعمل كل حاجه. احشي بقى قلب الحماميه كده حلو، ما تملهاش قوي رز، ما تخليهاش متكوكه قوي عشان الرز يبقى منطور ومستوي معاكي حلو. بعد ما تحشي قلبها من جوه احشي من تحت الجلد. وانتي بتحشي من تحت الجلد ما تخليش الرز في قلب نص الحماميه، خليه اكتر في الاجناب، في الجنب من هنا والجنب من هنا. بس كده، ولا اسهل ولا اي، بصوا حاجه كده سهله جميله. شايفين بقى الحماميه المقطوعه؟ تعالوا بقى نعمل لها اي عمليه وندخلها العمليات ونخيطها الحته المقطوعه دي. انا لو عندي خله او كنت عملتها بيها، او خلة شيش طاووق تكون رفيع، او خلة اسنان يا جماعه عادي بتعمليها بيها، بس انا مش متوفره عندي، فمش هنقف على حاجه زي ما قلت لكم. بجيب الابره والخيط كده وبروح ماسكاها مخيطاها كده بالراحه وبس، وخلاص كده واكتفها بس. هركنه بقى دلوقتي، مش هسلقه دلوقتي. تعالوا بقى نكمل بقيه الفراخ الاول وبعد كده نسلقه. كده خلاص الحمايه طلعت من العمليات وزي الفل. تعالوا بقى بصوا اللي وراك، ما شاء الله الريحه قلبة الدنيا، استوت معايا وزي الفل. هبدا بقى نشيلها كده واشيلها من الشوربه علشان طبعا ما تتهريش. وتعالوا اقول لكم هنعمل فيها ايه بعد ما نشيلها من الشوربه. لو وصلتوا معايا في الفيديو لغايه هنا بالله عليكم ما تبخلوا عليا بلايك، بالله عليكم، وحياة الايام المفترجه اللي احنا فيها كله يحط ليك يا جماعه للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد مشاهدين يشوفوه، وبالله عليكم عايزه ارفع القناه شويه. معايا بقى بعد ما شلت الفراخ حطيتها في صينيه او في صاج المتوفر عندك حطي فيه. معايا بقى ايه معلقتين صلصه اللي هي معجون الطماطم، عصرت عليهم نص ليمونه، حطيت معلقتين زيت، حطيت رشه فلفل اسمر، رشه ملح، اقلبهم كويس بالفرشه. وهبدا بقى ادهن وش اللي وراك. وزي ما قلت لك الوصفه دي ينفع بفرخيه كامله، بس انا عندي وراك معايا 8 وراك. خلاص ممكن تبقى فرخيه وتعملي اللي انا بعمله ده زي الفل قوي، هتطلع معاكي بجد يعني حاجه تشرفك قدام ضيوفك. بس كده دهنت كل اللي وراك زي الفل قوي، وهدخلها الفرن على الشبكه في الرف الاوسط. بس حلو قوي كده زي الفل. يلا كده بقى كانت الميه غليت معايا بتاعه الحمام، نزلت ببصلايه، بورق لورا، بجزريه صغيره، بحبهان. معايا نص عصرة الليمونة اللي انا كنت عصراها على الصلصة معجون الطماطم، انا حطيتها بتلم الزفارة بتاعة الحمام او اي طيور. خلاص. وانا بحط الحمام بقى معايا واحدة شيش طاووق، بخرم الحمامية من ظهرها خرمين، بغزها كده من ظهرها مش من بطنها، وبحط الحمامية على ظهرها وهي في الحلة على الشوربة. تمام. وانتي بتسقطيها في الشوربة كده حطي الحمامية نيميها على ظهرها. شايفين الحمام معايا زي الفل؟ اول ما غلي غلوتين كده او 3 4 دقايق كده كمان. بعد كده بروح حاطه الملح، يعني بعد 10 دقايق غليان بحط الملح. خلاص. واهم شيء ما تغطيش الحمام، لو غطيتي الحمام هيفرقع منك. حابه تحطي غطا ومستعجله، خلي الغطا يبقى موارب شويه، ما تقفليش الحله خالص. خلاص. هنا بقى كنت انا نقلت الشوربه بتاعه اللي وراك، حطيتها في حله اقل شويه علشان ما تبقاش كبيره قوي على الرز. اول ما غليت نزلت بكيلو رز بسمتي. تمام. ده رز بسمتي حطيته وظبطته ودقت الشوربه بتاعته زي الفل. خلاص كده. ومعايا جزرتين بشرتهم، رحت بشراهم ورمياهم على الرز. اول ما بيغلي غلوتين 3 كده بنروح مهدين النار ويشرب على نار هاديه. دول حبه الرز بتاع الحمام. تعالوا بقى نسويهم اللي كانوا فايضين عشان هنحطهم فرشه تحت الحمام بعد ما ايه، بعد ما نخلصه كده ونحمره واحنا بنقدمه. هنحط فرشه في الطبق كده ونرص الحمام عليه. هوريه لكم في نهايه الفيديو، ما تجروش الفيديو. كده طبعا انتوا عارفين رز الحمام كان مستوي نص سوا،
فانا ايه حطيت حبه شوربه بصوت كده، ووطيت برضو النار عليه بحيث ان يكمل التسويه. خلاص، اللهم بارك. شايفين الحمام يا بنات؟ والله ولا واحده فرقعت، الحمام طالع زي الفل. يلا بقى حطوا لايك حلو بقى، حطوا لايك حلو كده وشجعوني. اللهم صل على النبي. شايفين الرز؟ يا خرابي على الجمال، مفلفل تعديه بالواحده. شايفين لونه؟ بجد لون وطعم وريحه مفيش بعد كده. دي اكله الحله الواحده يا بنات. لما يكون انا بحب اعمله مره يعني، اعمله لوحده مفيش حاجه جنبيه زي ما بعمله كده، بيبقى حله واحده بس هي بتتوسخ كده. فتحت كيس تلاجة وخلاص، الرز بتاعي فاضل له 5 دقايق و10 دقايق وهطفي عليه النار. فتحت كيس تلاجة وحطيته وكتمته وغطيته. الكتمه دي بتخلي الرز معاكي طري ومفلفل تحفه. جربي كده وقولي لي ايه رايك. تعالوا بقى نحمر الحمام. حطيت الطاسه على النار وحطيت معلقه سمنه بلدي. حسيت ان هي كتير يا بنات، شلت حته. طبعا ايه، ما تبقيش مبذره، الدنيا غلا والواحد ماشي ربنا يعلم بحاله. خلاص كده شلت حته سمنه منها اهين. ومعايا بقى ايه حاجه هندهن بيها الحمام. هقول لك على تركايه حلوه جدا جدا وانت بتحمري الحمام. برضو حطيت رشه ملح عشان ما تتلسعيش والطرطشه تبهدلك. خلاص، معايا بقى طماطميه انا ضربتها في الخلاط، قشرها وضربتها في الخلاط. خلاص، انا كان نفسي ادهنه لبن يا بنات، بس انا ما كانش عندي لبن او حليب زي ما بتقول عليه في بعض الدول العربيه. احنا في مصر بنقول لبن، هم بيقولوا حليب. لو عندك حليب، حبه حليب كده 3 4 معالق بالفرشه كده، وادهني الحماميه حليب. يا نهار ابيض، اتفرجي على جمال الحمامه. هتبقى حاجه كده فوق الوصف زي الحمام اللي بنشوفه في التلفزيونات في الافلام، متحمر واخد لون تحفه. بصوا كمان انا لو كنت مكتره الماده الدهنيه كان اخد لون احلى من كده كمان. بس زي ما قلت لكم انا بحط الحاجه على القد، ما بحبش ابقى مبذره. خلاص كده الحمام معايا كل ما يتحمر على جنب انقله على الجنب التاني. ولقيت النار عاليه فهديت النار شويه. خلاص كده، خلاص بقى يعني بجد فينش بقى بتاع النهايه. معلش سامحوني التليفون بيرن. كده خلاص يا بنات زي ما انتم شايفين. خلاص الحمام كده اتحمر معايا زي الفل. جبت بقى ايه، جبت طبق وعليه منديل مطبخ علشان ينزل اي دهون منه خالص. هطلع بقى الحمام وتعالوا بقى نغرف الاكل بتاعنا النهارده. اللهم بارك، يعني بجد طعمه تحفه، عجبهم جدا جدا. والله ما حد اكل منه الا ما قال لي تسلم ايدك زي الفل. بالله عليكم حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو انتي طالعه من فيديوهاتي مستفاده اكتبي لي كومنت حلو كده يكبر خاطري، ربنا يكبر بخواطركم، اللهم امين. بس كده زي الفل قوي. ادي الرز البسمتي بقى. تعالوا نشيل الكيس اللي احنا حاطينه، شايفين الجمال؟ تعالوا نغرفه بقى مع بعض. انا حطيت الاكله كلها في صينيه واحده زي ما انتم شايفين. بس ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده بجد تستاهل بقكم الحلو. هحط بقى اللي على الوش. تعالوا شوفوا اللي بعد ما خرجت من الفرن. شيل بس واحده اللومي دي، مش بحب احطها في الرز يعني في التقديم. شايفين الجمال؟ بصوا اللي كأن انت شوياها. هرصها بقى كده زي ما انتم شايفين. وتعالوا نغرف الحمام. الحمام برضه هحط في الطبق كده الرز اللي احنا سويناه من تحت. بصوا الرز مفلفل جدا 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 وحاجه كده جميله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وادي الحمام، حابه تحطي دي فرشه من تحت وتحطي الحمام عليها تمام زي الفل. ورشه بقى ايه بقدونس كده من على الوش، يعني نكسر اللون شويه. حابه تحطيها ايه، انا قلت احطها برضو جنب اللي كده لان الاكله كلها تبقى في صينيه واحده، وانا عملت طبق سلطه جنبيها. فادي ده كان الفيديو بتاعنا النهارده حبايب قلبي. يا رب يكونوا بتطلعوا من فيديوهاتي مستفيدين. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا كلها. ما تنسوش بقى لو طلعتوا مستفيدين من الفيديو بتاعي حطوا كومنت حلو يكبر بخاطركم، ربنا يا رب. ولايك حلو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله.